نجي لبارة. بارة دي الحاجة اللي عملها الجيش في بارة انه ما سقطت في بارة لعلمك. يعني القوة اللي هجمت ما كان في نيتها انها تستحوذ على بارة، والله كان قوة بتاعت مناوشات شكل استنزاف. نظامنا نحن قاعدين مصادرنا داخل القوة دي ذاتها قاعدة كويس. نظامنا نحن قاعدين كده لملمهم 3 عربات 5 عربات 6 عربات 7 عربات 8 عربات كده جو غامرة مغامرتهم دي. تعال انت شوف بارة دي كان فيها كم متحرك قاعد كويس. شوف فيها كم متحرك قاعد. سؤال بس فيها كم؟ ليه نازل سلموها سريع كده؟ الفاشر دي كم سنة ناس قاعدين فيها. انت سلموك منطقة زي دي ومنطقة انت سنتين ما خشيتها، دخلتها بعد سنتين تيجي تمرق منها بعد ساعتين. ما كان داري يداوس الجيش هناك كويس. ما كان داري يداوس عديل. انا بقول لك جيش في بارة والله ما كان داري يداوس ولا كان في حساباته، كان بس منتظر تجي قوة شاغله يبقى مارق. دي الحقيقة. قبلتها أبيتها ده شي برجع لك، لكن الجيش في بارة ما ثبت نهائي. أنا قلت لك القيادة أو السيطرة الموجودة في بارة دي لو صح في سيطرة فوق هناك الأركان دي كان بقاشة أسي الناس شغالين من الشغل بتاع بارة ده أو الناس اللي كانوا مسؤولين من المتحركات القطاع بتاع بارة ده بالذات ديل اتحاسبوا انت بسلاحك بمدفعيتك بمسيراتك بهناي منسحب مالك جاري ماشين. انت بتقول لهم انسحبوا تقول للعساكر انسحبوا تقول لهم انسحبوا ليه؟ احنا كلامنا ده مع الضابط. ترى العسكري ده كان خليته ما بقعد ما زي ناس بابونوسه ديل هسه انسحبوا الفترة دي كلها بمزاجهم كده ساكت كده انسحبوا. كذلك عندك ناس الفاشر ديل زمانهم ده كله هل انسحبوا؟ ما يوميا بصدوا حسبنا لحد 270. سؤال انسحبوا ما انسحبوا؟ يعني ديلك يحسبوا لحد معركة لحد 200 و70 ومنطقة معزولة. انت بجا طريق الامداد بتاعك فاتح، خط الامداد فاتح. يعني انت لو كان اشتبكت كويس ممكن يمدوك من الأبيض دي، ممكن يمدوك، ممكن يجيك امدادك، ممكن كان يجيك امدادك، لكن انت ما داوست فيه. انت كده بس سمعت بس البل ده دور امر انذار انسحاب انسحاب انسحاب. اخلت لما المواقع تيجي تقول لي حرب مدن. حرب المدن ما بديروها بإخلاء المواقع بل بالمحافظة على واستنزاف القوى المهاجمة وتعمل مناوراتك بالإضافة لشنو؟ بالإضافة لمدفعيتك بالإضافة لمسيراتك وتحصيناتك داخل المنطقة دي. لو قالوا حرب المدن بأنك تفارق، ما أنا الليلة ممكن أجي أقعد لك في كل المدن دي وأقول لك بعد كده تعال أنت ما بعد كده بتيجي هدف ظاهر. الهدف الظاهر خسارته أكبر. أنا مرتكز قاعد بدفاعاتي متحركات ما بتقاومني لأنه اللي بيجي ده بيجي هدف ظاهر الخسائر كلها بتكون فوق. لو أنت اشتغلت كلاش شفت لو الناس اشتغلت بكلاشات بس ما بيقدروا يتقدم. كله هجوم ده اسمه الاستنزاف. لكن تقعد تمرق تقعد تمشي تاني للاتجاه الغربي تعمل لك فيه معركة تستلم مركبات بالعدد ده وتدي كبريت لعدد كبير من المركبات برضه بدأت تحافظ على الموقع ده تاني طلعت منه ليه كده. يعني انت ما دار تخشها تتحصن فيها. هسي الليلة شفت لو انت باقي الليل ده بس لو داير تخشها تتحصن فيها ممكن عادي تخشها تتحصن فيها. لأن الميليشيا ذاتها والله ما عندها النية انها بس بيجوا كده بس بخشوا بس بيستفردوا بالمواطنين وحريصين كل الحرص انه ما يشتبكوا معك. ده الكلام ده انا بجيبه لك من جوا. الكلام ده كلامي انا. امشي شوف تحصيناتهم وهنا زي لما انت نازل من اول كانوا قاعدين اكتر من 100 مركبة
كويس. اكتر من 100 مركبه بس دي كانت في اول دفاع لهم. قامت ولا ما قامت؟ لما فكت الناس المشتركه ديل ومعاهم بعض من الناس اللي هناك، قامت ولا ما قامت؟ سلمى البلوك ده، سلمى البلوك ده طبال، سلمى البلوك ده وقد من هنا، قامت ولا ما قامت؟ ده طبعا الناس اللي بيجوا يقول لك ده ما وقته، ده المستفيدين تجار، اقسم بالله العظيم تجار حرب، ديل مستفيدين، عنده مصلحه انه الحرب تستمر. انا بقول لك عديل عنده مصلحه انه الحرب تستمر، تجار عديل. تلقاه داري تاجر كده. بشوفت الازمات كونه يشوف ناس جعانين، ناس عطشانين، ناس ما عارف هنا تسقط منطقه، ما بيهمه مصالحه فقط بس. النوع ده عشان كده بدك بقول لك تبقى مالك طوالي. مساء النور. يبقى سيطرة كردفان اخذلونا، طلعوا انه ونحن بتاع طنازير ساي، نحن علينا بالعمل. عملك شفته بنقيمك بعملك. لو انت الان ماشي على المحور الغربي ده كويس، ما عندك اي محور الغربي ده ما في زول يقدر ينتقده، ما بنستطيع. ولو كان بنفس الكيفية دي اشتغلت في الجنوبي وكملت بيجاي ودفرت طريق الصادرات، كان زي الزمن ده خلاص الشغلة دي انتهت، كان انتهت يعني، ما كان بفضل فيها حاجة للأمانة، كان انتهت. ما لهم يعني ناس الغرب ديل فيهم شنو أو يعني ازاي شنو من ديل، بالعكس كمان ديل عندهم عدة وعندهم هنا أي ما فاضية لأي زول ذات. كويس. دقيقة ندي ده برضه هوي هنا ترى ما بتيجي تمرر أجندة، تستنى البلوكة تبقى مارك طوالي طوالي، تبقى مارك أول مرة نشوفك هنا وده تيجي تمثل لي فيها. انت قال لك احنا هنا بيهمنا المتابعين، انت قال لك احنا هنا بيهمنا انك انت تكون موجود ولا ما تكون موجود. نحن هنا ناس معينين بفهمونا بنفهمهم كويس. سلمى البلوك ده يا زول، سلمى البلوك ده نرجع تاني لسيطرة كردفان. 12 طباخ ولا 13 طباخ قاعدين يصلوكم في الاكل ما لذة وطاب، تشربوا في العصاير المركزة كل يوم، حتى يعني تبتكروا نوع اكل جديد. انتوا شغلكم ده ما شغل بتاع زول داير يمشي قدام، دايرين تمشوا قدام، امشوا قدام. جزاء دايرين تمشوا قدام، دايرين تتجرجروا وتتماطلوا، الكلام ده طبعا ما بكون براكم، لا ده بكون فوق. وهي القيادة لو كان ضاغطة عليكم وبتقيم الشغل وبتقول الضابط ده بيشتغل ده ما بيشتغل وده جيبوه هناك، الإشارات اللي بتيجي تقول لك بلغ سريع، بلغ القيادة، بلغ الخرطوم، بلغ الدرمان دي لو بعملها الغاية ديل أيوة دول، ولا عادي سيطرة ذاتها بتجيك. في ضباط طوابير كتار بيكتشفون بالطريقة دي، طيارة بتيجي بتنزل الضابط الفلاني الفلاني، تفضل بالله يا جنابه وين؟ يقول لك العاصمة، تحقيق كده. بس ده الشغل الزمان، ضباط اقسم بالله من الميدان بيقولوا سعادتك كيف تمام يا جناب هاي بالله عليك الله راح تفضل معانا، بقي له قايد هناك كده بس احترام سايق هذا المتحرك يا سعادتك بس من اذنك يا الضابط ده شيل لنا برا حساباتك او عين بدله. ده من كان المتابعة متابعة والتغييم تغييم، وكان في قيادات حقيقيين